بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله النهاردة ميعادنا مع الدرس الأول الإعداد الحقيقية في المنهج الرياضيات بتاعك. إن شاء الله إحنا هنكون موجودين معاك على مدار الترم كامل، شرح الدروس كاملة في الرياضة، وإن شاء الله لو ربنا قدرنا هنحل تمرينات كل الدروس من كتاب المعاصر. إن شاء الله عايزك ما تراكمش، إن شاء الله تكون بداية خير ليك وليا، وإن شاء الله كل الأمور ممكنة طول ما أنت بتحاول. فخلينا نبدأ أول درس مع بعض إن شاء الله، الإعداد الحقيقية. هنبدأ بس كده تمهيد، نفتكر أو نتذكر يعني إيه العدد النسبي عشان هكمل على هذا الأساس. طيب، يعني إيه العدد النسبي؟ بقول لك هو العدد الذي يمكن كتابته على الصورة A على B. دي نسبة بسط على مقام، خلاص؟ طيب، أو ممكن A إلى B، مفيش أي مشكلة خالص. حيث ال A وال B عددان صحيحان، أهم حاجة إن ال B بتاعتك اللي في المقام ما بتساويش صفر، لأن القومة كده هتكون غير معرفة. طيب، إيه الأمثلة اللي ممكن تقابلني أعرف إن هي أعداد نسبية؟ حاجة مثلا زي الجذر التكعيبي لسالب 64. السالب بيخرج زي ما هو عادي، وال 64 تخرج بكام؟ بأربعة. ما هو الجذر التكعيبي بشوف الحاجة اللي ضربت نفسها 3 مرات فتخرج أو تبقى ب 64، فهتلاقي الأربعة في 4 في 4، تمام؟ أو تعملها بالآلة. طالما الرقم ده خرج من تحت الجذر التكعيبي يبقى وأنت مغمض كده نسبي. خلاص؟ عندك جذر 36، الجذر التربيعي ب 6، 6 في 6 في 36. ما هو الجذر التربيعي يعني الحاجه اللي مضروبه في نفسها مرتين، 6 في 6، فبخرج واحده فيهم ب6. فطالما الرقم ده خرج من تحت الجذر التربيعي يبقى ده بالنسبه لي عدد ايه؟ عدد نسبي. عندك هنا الصوره النسبيه، عندك 13% اللي هي 13 على 100. اي صوره بسط على مقام زي دي كده ينفع تبقى عدد نسبي. طب هو اللي فات ده برضه عدد نسبي؟ طب ما المقام ده بواحد والمقام ده بواحد، كل دي عدد ايه؟ نسبيه. طالما تنفع تتحط على صوره بسط على مقام، او الارقام بتاعتها تخرج من تحت الجذر التكعيبي وتخرج من تحت الجذر التربيعي، يبقى كل ده بالنسبه لي اعداد نسبيه. عندك دي 7/10 ودي اسمها علامه الدائر. الدائر يعني ايه؟ يعني دي لو عايز اعملها على الاله هتفضل تعمل كده. مثلا الشاشه عندك اهي، الشاشه هنا، هتمسك الاله وتعمل صفر علامه وتقفل الاله الشاشه كلها السبعه، يعني تفضل تكتب هنا 7 7 7 لحد ما تقفل الشاشه وتضغط يساوي. لو ضغطت يساوي هتلاقي القيمه بتاعتك طلعت بسط على مقام. فبالنسبه لك العدد الدائر دايما بيكون عدد نسبي. الارقام العشريه 2/10، ما هي ال 2/10 دي اللي هي 2 على 10. الرقم الصحيح 5، ما هي ال5 دي في الاصل 5 على 1. اي صوره على بسط على مقام فبالنسبه لك عدد نسبي. تيجي هنا الصفر، هتقول لي هو الصفر ازاي داير؟ هقول لك المقام بتاعه بواحد، مفيش اي مشكله خالص. وده نسبي، مفيش اي مشكله ان يتحط قدامه سالب، اهم حاجه يكون على طول بسط على المقام. وطبعا ادي بسط على المقام سهله خالص، تمام؟ فاللي احنا لو هناخدها بالترتيب كده من الاسهل، البسط على المقام مفيش اي مشكله، تحط له سالب، الصفر ينفع، الرقم الصحيح ينفع، الرقم العشري ينفع، الرقم الدائري ينفع، النسبه المئويه تنفع، الجذر التربيعي والجذر الايه؟ التكعيبي، كل دول ينفعوا يبقوا اعداد نسبيه. طيب، ايه بقى الاعداد غير نسبيه؟ احنا اتفقنا الاعداد النسبيه هي الاعداد اللي تتحط على صوره بسط، او الاعداد النسبيه تتحط على صوره بسط على مقام. طب الغير نسبيه اللي ما ينفعش تتحط على صوره بسط على ايه؟ على مقام. طيب، يبقى لا يمكن كتابته على الصوره A على B، حيث برضه نفس الكلام، ال A وال B عددان صحيحيان، بس اهم حاجه ان ال B لا تساوي ال A، لا تساوي الصفر. طيب، رمز بقى الاعداد النسبيه، كنا برمز الاعداد النسبيه برمز Q. طب الغير نسبيه بتبقى كيو برضو، بس كيو ايه؟ كيو شرطه. طيب، هل ممكن اعمل عمليه تقاطع بين الكيو وكيو شرطه؟ مفيش اي مشكله خالص، اي حاجه في الدنيا ممكن ينفع تعمل بينهم اتحاد وينفع تعمل بينهم التقاطع. بس الفكره ايه الناتج اللي هيطلع هنا؟ احنا اتفقنا ان الاعداد النسبيه اي صوره بتتحط على بسط على مقام. طب والغير نسبيه اي صوره ما ينفعش تتحط على بسط على مقام. فهتلاقي وجه الشبه بينهم مفيش خالص. يعني دي حاجه ودي حاجه. لما تجيب حاجتين مختلفين وبقول لك انا عايز الشبه بينهم، ما هو مفيش، فمعنى كده ان الاجابه هتبقى ايه؟ هتبقى بفاي. فانت ما قدرتش تجيب اي حاجه متشابهه بين الاعداد النسبيه والغير نسبيه، فدي في حته ودي في حته تانيه خالص، فمعنى كده ان الاجابه ده دايما بتاعتك بتكون ايه؟ بتكون بفاي. فلو قال لك التقاطع بينهم فدايما بايه؟ بفاي، وساعات بتيجي في اختار كتير، تمام؟ طيب، تيجي بعد كده عايز اخد شويه امثله على الاعداد الغير نسبيه. طب احنا خدنا امثله في الاعداد النسبيه، تعال بقى الامثله للاعداد الغير نسبيه. اول حاجه الجذر التكعيبي للعدد النسبي الذي هو ليس مكعبا كاملا. يعني ايه ليس مكعبا كاملا؟ يعني الرقم ما ينفعش يخرج من تحت الجذر التكعيبي. يعني مثلا الجذر التكعيبي مثلا ل 8، مش انت عارف ان الجذر التكعيبي لل 8 ب 2؟ اشمعنى ب 2؟
ما هو الجذر التكعيبي انا عايز الحاجه اللي تتضرب في نفسها 3 مرات فتديك القيمه اللي تحت الجذر. الاثنين في 2 في 2، الاثنين في 2 ب4، والاربعه في 2 ب8. فانا ممكن اخرج الاثنين، فده بالنسبه لي عدد نسبي. طيب امتى بقى يبقى غير نسبي؟ لو حاطط لك حاجه غير ال8 ما ينفعش تخرج. مثلا لو حاطط لك ال7، لو حاطط لك ال6، هو في حاجه تتضرب في نفسها 3 مرات تديك 7؟ لا. طب حاجه تتضرب في نفسها 3 مرات تديك 6؟ برضه لا. فمعنى كده ان العدد الغير نسبي هنا، او الرقم ده، او الرقم اللي هو جذر التكعيبي للسبعه والسته، ما ينفعش يبقى عدد نسبي. يبقى كده بالنسبه لك عدد ايه؟ غير نسبي. تمام. يبقى الجذر التكعيبي مثلا للاربعه بقول لك هو عدد غير نسبي، لانه لا يمكن ايجاد عدد نسبي مكعبه يساوي 4. يعني مش هتلاقي رقم يتضرب في نفسه 3 مرات يديك الاربعه، عشان كده الجذر التكعيبي للاربعه عدد غير نسبي. طيب عندك برضو الجذر التربيعي نفس الكلام، لو الرقم ما بيخرجش من تحت الجذر التربيعي يبقى برضو عدد غير نسبي. زي جذر 2، انا لو قلت لك جذر 4 هتقول لي الرقم اللي يتضرب في نفسه مرتين يديك 4. الاثنين في 2، فعشان كده الاربعه ينفع تخرج باثنين، فده بالنسبه لك نسبي. طالما خرج لي قيمه والقيمه دي ينفع تتحط على صوره بسط على مقام 2/1، يبقى ده نسبي. بس لما احط لك الجذر التربيعي للاثنين، في حاجه تتضرب في نفسها مرتين زي بعض، مش 1 في 2، لا زي بعض، رقمين زي بعض، يتضربوا في بعض يديك 2 زي الاثنين في 2 يدوك 4؟ لا مش لاقي. فمعنى كده ان جذر 2 بالنسبه لي غير نسبي، وهكذا. فهمت الفكره؟ طيب في برضه بعض الثوابت الرياضيه او الامثله اللي ممكن تشوفها مجرد النظر كده بتبقى عارف ان هي اعداد غير نسبيه. زي ايه مثلا؟ زي الباي. طبعا انت احتكيت بالباي قبل كده. الباي هي النسبه بين محيط الدايره وطول قطرها، ودايما الباي دي بتساوي، لو جيت عملتها بالاله هتديك 3.14%، اللي هي القيمه دي كلها. طب القيمه دي بالنسبه لك اللي هي الباي دي دايما بتكون عدد غير نسبي محفوظ. خلاص. من ضمن الثوابت الرياضيه برضو عندك هنا الفاي اللي هي اسمها النسبه الذهبيه، هو الكتاب المعاصر مسميها كده، دي الفاي. بقول لك هي نسبة مميزة تظهر في العديد من جوانب الطبيعة، اللي هي لتناسق الأطوال ببعض. تمام. يعني دي من ضمن برضه تعريفاتها. يعني هي أيا كان أول ما تلمح الفاي دي اعرف إن هي من ضمن الثوابت اللي ما تنفعش تكون أعداد نسبية. معنى كده إن هي أعداد إيه؟ هتبقى غير نسبية. ومش شرط تعرف القيمة بتاعتها عادي خالص، يعني أنت كده كده تستخدمهاش. لو بس مديك بعض الأمثلة دي كده، دي كلها أعداد غير نسبية. طب تعال نشوف كده. احنا قلنا اول ما نلمح الباي دي باي، اول ما تلمح الباي او تلمح الفاي، فمعنى كده ان دي كده بالنسبه لك اعداد غير نسبيه. 1/7. طب ما هو الواحد مفيش مشكله، بس معايا مشكله في الجذر 7. الجذر التربيعي للسبعه، السبعه مش تخرج من تحت الجذر التربيعي. طب جذر 5 زائد جذر 9، والله التسعه ب3 مفيش مشكله، بس ادام بقيه جزئيه المساله كده فيها حاجه غير نسبيه يبقى كله يعتبر غير نسبي. طب سالب الجذر التكعيبي للتسعه، هو في جذر تربيعي للتسعه ب3 بس الجذر التكعيبي مش موجود، فمعنى كده ما ينفعش، يبقى ده غير نسبي. السبعه ما بتخرجش من تحت الجذر التربيعي، يبقى ده غير نسبي. الجذر التكعيبي للسبعه، السبعه بتخرج من تحت الجذر التكعيبي، يبقى غير نسبي. جذر 5 برضه غير نسبي. احنا اتفقنا مش هيفرق معايا الواحد طالما في اي حاجه ما بتخرجش من تحت الجذر، فمعنى كده ان ده كله بالنسبه لك غير نسبي. تمام. طيب تيجي بعد كده هنا بيقول لك اي الاعداد الاتيه نسبي وايها غير نسبي مع ذكر السبب. طيب تعال نبدا كده بالراحه. احنا اتفقنا اي صوره رقم عشري يعتبر نسبي. ليه؟ لان هو ينفع يتحول لبسط على مقام. مش 73 من 100 اللي هي 73 على 100، طالما اتحط على صوره بسط على مقام يبقى نسبي. ليه؟ قول له رقم عشري. طيب الجذر التربيعي للثمانية، هي الثمانية تخرج من تحت الجذر التربيعي؟ لا مفيش حاجة تتضرب في نفسها مرتين زي بعض تديك 8، فمعنى كده إن ده غير نسبي. طب تيجي هنا الجذر التكعيبي لسالب 8، والله السالب مفيش أي مشكلة بيخرج من تحت الجذر التكعيبي، والثمانية في حاجة تتضرب في نفسها 3 مرات تديك 8، الاثنين في 2 في 2، فطالما القيمة دي خرجت من تحت الجذر التكعيبي طبعا المقام بواحد، فده بالنسبة لك بسط على مقام يبقى نسبي. طيب تيجي هنا -2 وربع، الصورة دي أو الصيغة دي اسمها عدد كسري أو كسر عددي، يعني عدد صحيح وجنبه كسر. السالب ما عنديش فيه مشكلة. طيب فاكرين دي كانت بتتعدل ازاي؟ فاكر في ابتدائي كان بيقول لك ايده في رجله زائد راسه؟ احنا كنا بننزل المقام زي ما هو وكنا بنقول ايده في رجله زائد راسه، يعني الاثنين في 4 ب8، 8 زائد 1 يديك 9. مش الصورة دي صورة بسط على مقام مش هيفرق معاك السالب، مش هيفرق معاك في أي حاجة خالص. كل اللي فيها ادام الصوره على صوره، ادام الصيغه دي على صوره بسط على مقام، يبقى ده بالنسبه لك ايه؟ نسبي. طيب باي اول ما تلمح باي غير نسبي، خلاص ما تكملش. طيب الصفر، احنا قلنا الصفر المقام بتاعه بكام؟ بواحد، يبقى نسبي ادام صوره بسط ومقام.
جذر 25 ب5. طب جذر 7 لا، هيفضل زي ما هو جذر 7. طالما المقدار اللي قدامك ده او الحاجه اللي قدامك دي فيها اي جزئيه تعتبر غير نسبيه، يبقى كله غير نسبي، يبقى ده بالنسبه لك غير نسبي. طيب 2.5 دائر، احنا اتفقنا ان الدائر ده بيتعمل ازاي على الآلة؟ 2 علامة 5 5 5 تفضل تقفل الآلة لحد ما الحتة دي كده تقفل معاك وتضغط يساوي، هيطلع لك صورة بسط على مقام، فهو انت مغمض اي قيمة دائر على طول نسبي. طيب سالب جذر 25 على 49، ادي السالب، مش ال 25 تخرج ب5 وال 49 تخرج ب7، فادام صورة بسط على مقام مش هيفرق معاك السالب، يبقى نسبي. طيب جذر 25 ب5 زائد الجذر التكعيبي لل 16، مفيش حاجه تخرج من تحت الجذر التكعيبي، او ال 16 مش هينفع تخرج من تحت الجذر التكعيبي، مفيش حاجه تتضرب في نفسها 3 مرات تديك 16، فمعنى كده ان ده غير نسبي. تمام. طيب تيجي بعد كده بقول لك ايجاد قيمه تقريبيه لعدد غير نسبي. احنا ممكن نحل السؤال ده بطريقتين، بالاله، بس لو طالب جاب لك السؤال مقالي وطالب منك خطوات، الآلة مش تنفعك، الآلة بس لتأكيد الحل مش أكتر. طب نعملها إزاي؟ بقول لك أي عدد غير نسبي دايما ده غير نسبي، ليه؟ ما هو الجذر 33 ده جذر تربيعي، أنا محتاج حاجة تتضرب في نفسها مرتين تديك 33، مش لاقي، فده بالنسبة لك غير نسبي. بس هو بيقول لك إن أي عدد غير نسبي دايما لازم يقع بين عددين نسبيين، ويمكن تمثيله على خط الأعداد بنقطة تقع بين هذين العددين. يعني لازم الرقم ده يطلع بين رقم أقل ورقم أزيد ويكونوا أعداد نسبية. طب تعال نشوف الغير نسبي ده، أجيب اللي قبله واللي بعده أعداد نسبية إزاي؟ خلاص. طيب هو بيقول لك هنا المثال بيقول لك أوجد عددين صحيحين متتاليين يقع بينهما كل من الأعداد الآتية وعين موقعه التقريبي على خط الأعداد. طيب أدي السالب جذر 33. أنت مشكلتك مش في السالب قوي، أنت مشكلتك ان انت تعرف ايه الرقم اللي بعد ال 33 له جذر تكعيبي واللي قبل ال 33 له جذر تربيعي، انا اسف، جذر تربيعي وجذر تربيعي. طيب لو جيت نزلت تحت ال 33، ايه الرقم اللي تحت ال 33 له جذر تربيعي؟ ال 32 لا، 31، طب 30 لا، طب 29، 28، 27، تفضل تنزل تنزل مش هتلاقي غير جذر 25 يخرج بخمسه. طيب اللي بعد ال 33 تفضل تمشي 35 لا، 36 او 34 لا، 35 لا، 36 ما انت عندك ال 36 تخرج ب6 وعندك ال 25 تخرج ب5، نسبي ونسبي، وده الغير نسبي بتاعي، فهو عايز العدد النسبي، العدد الغير نسبي ده يقع بين عددين غير يقع بين عددين نسبيين اهو، ده نسبي وده نسبي وده غير نسبي. فالغير نسبي اللي هو مديهولي اللي هو سالب 33، انا قدرت ان انا اقصره بين عددين نسبيين اللي هما مين ومين؟ ال5 وال6. فانا دلوقتي لو جيت عملت خط الاعداد خلاص هتلاقي مثلا هنا الصفر واحد والاثنين والثلاثه وهكذا، ادي مثلا الثلاثه، ادي الاربعه، ادي الخمسه، ادي السته، ادي السبعه. فانت عارف ان السالب طبعا هيبقى بالسوالب بقى، طبعا لو همشي على السالب هيبقى الناحيه الثانيه. انا قلت لك انا مشكلتي كلها مش في الموجب والسالب، ما خلاص ما احنا هنحط هنا سالب وهتحط هنا سالب بره كده. تمام. فانت دلوقتي معاك هنا كده الارقام بتاعتك هتبقى ادي السالب 3 وادي السالب 4 وادي السالب 5 وادي السالب 6 وادي السالب 7. فانت عايز دلوقتي تقول ان السالب جذر 33 ينحصر بين السالب جذر 25 والسالب جذر 36. طب اعملها ازاي؟ انا عايز اعرف، انا كده عرفت ان الرقم بتاعي بين الاثنين دول، بس الفكره هو اقرب لمين؟ النص اهو، ده النص. انا عايز اعرف بقى سالب جذر 33 اقرب لمين بالنظر كده. ال 33 اقرب لمين؟ اقرب لل 36 ولا اقرب لل 25؟ اقرب لل 36. ده انت عشان تمشي بس من 33 لحد ال 36 انت محتاج تمشي 3 خطوات، تحتاج تمشي 3 خطوات بس. انما من 33 لحد ال 25 انت محتاج تنزل كده، عندك مثلا عندك 8 خطوات. فطبيعي ان ال 33 هتكون اقرب ل 36 اللي هي خرجت بكام؟ ب6 اللي هي بالسالب بقى، هتبقى هنا كده. يبقى انت هتاخد الجذر سالب
33 تقربه من السالب 6 هيبقى هنا مثلا كده، وتقول له ان هنا سالب جذر 33. تمام؟ في الجزئيه دي لحد هنا في مشكله؟ طيب حاسس ان انا متلخبط، امسك الاله اعمل سالب جذر 33 يجيب لك قيمه تقريبيه قريبه من السالب 6. هيجيب لك مثلا سالب، هشوفها لك بالاله، بص كده، ادي سالب جذر 33. هتعمل اس دي تديك كده بالاله سالب 5 و7 من 10. تمام؟ طالما ال5 من 10 او ال7 من 10 دي، 7 من 10 دي عدت او جابت الخمسه فيما فوق، فمعنى كده ان القيمه دي بقت ب6. خلاص، يبقى انا بقرب للستة لحد هنا في مشكله. فبالنسبه لك الاجابه دي كده هتبقى تقريبا سالب 6، فانا بقرب للسالب 6. فانت هتروح عند السالب 6 وتعمل علامه، هتقرب للسالب 6 وتحط الخط بتاعك وتقول ان هنا سالب جذر ال 33 بتاعتك. تمام؟ مدينا السؤال اللي بعده بيقول لي اوجد عددين صحيحين متتاليين يقع بينهما كل من الاعداد الاتيه وعين موقعه التقريب على خط الاعداد. نفس اللي عملته مع السالب جذر 33 هعمله مع الجذر 18 والجذر التكعيبي ال 25. طب تعالى نمسك ال 18، ادي جذر 18. احنا اتفقنا انا ده غير نسبي ليه؟ لان ال 18 ما فيش حاجه تضرب في نفسها مرتين تديك 18، فمعنى كده غير نسبي. بس انا عايز اجيب رقم نسبي اكبر منه ورقم نسبي اصغر منه واحط ال 18 بينهم. تمام؟ ايه الرقم اللي يعتبر اكبر من 18 واقل من 18 ينفع اخد له الجذر التربيعي؟ فلو جيت خدت الارقام اللي بعد ال 18، ال 19 لا ال 20 ال 21 ال 22 وهكذا لحد ما توصل لحد ال 25، فهتلاقي ال 25 تخرج بكام؟ تخرج بخمسه. طيب مين الرقم اللي تحت ال 18؟ هتلاقي ال 17 لا، طب ال 16 هيبقى جذر 16. فال 16 تخرج بكام؟ تخرج بسته، انا اسف، تخرج باربعه. فهتلاقي ايه بقى؟ ان الجذر 18 ينحصر بين الاربعه والخمسه. فكده عرفت ان خط الاعداد بتاعه هنا مثلا 0 1 2 3 4 5 6. فانا عارف ان الرقم بتاعي اللي هو يعتبر جذر 18 بين الاربعه والخمسه هيبقى في الحته دي كده. بس هو فين بقى؟ اقرب للاربعه ولا اقرب للخمسه؟ النص اهو، انا في النص هنا كده. انا عايز اعرف هو هيبقى اقرب لمين. فممكن تعملها بالاله، تعمل جذر 18. لو جيت عملتها لك بالاله، ادي جذر 18 وتضغط اس دي. لو ضغطت اس دي بص القيمه دي هتطلع معاك ب 4.2. طالما الرقم العشري الجزء العشري اللي هو على اليمين ما جابش الخمسه ولا رقم اكبر من الخمسه، فمعنى كده ان ده اقرب للاربعه، مش هيبقى خمسه. طب افرض كان خمسه فيما فوق، 5 6 7، يبقى اقرب للخمسه. فمعنى كده ان الجذر 18 اقرب لمين؟ اقرب للاربعه. يبقى هيبقى مثلا ايه هنا كده، وتحط له هنا جذر 18. طب انا عايز اتاكد بالنظر، عندك ال 18 اقرب لل 25 ولا اقرب لل 16؟ من ال 18 لل 25 فانت محتاج تمشي 7 خطوات، انما من ال 18 لحد ال 16 فانت محتاج تنزل خطوتين. يبقى مين الاقرب؟ ل 16 اللي هي مين؟ الاربعه. عشان كده حطيت الجذر 18 بتميل شويه على الاربعه. فهمت؟ طب تعال نشوفها في الجذر التكعيبي لل 25. ادي الجذر التكعيبي لل 25. انا عايز رقم اكبر من 25 ورقم اقل من 25 ينفعوا يبقى اعداد نسبيه، يعني ينفعوا يخرجوا من تحت الجذر التكعيبي. مين الرقم اللي تحت ال 25 له جذر تكعيبي؟ مش هتلاقي غير الجذر التكعيبي لل8. تخرج بكام؟ تخرج ب2. طب مين الرقم اللي بعد ال 25؟ هتلاقي الجذر التكعيبي لل27. تخرج بكام؟ تخرج ب3. ادي الاثنين وادي ال3. حلو كده، انا عرفت هنا الصفر والواحد والاثنين والثلاثه. انا عرفت ان الجذر التكعيبي ال 25 بين الاثنين والثلاثه في الحته دي كده، وادي النص اهو. انا عايز اعرف بقى الجذر التكعيبي ال 25 بيميل لمين؟ للاثنين ولا للثلاثه؟ لو عايز تنجزها تعملها بالاله مثلا، ادي مثلا الجذر التكعيبي اهو 25 اس دي تطلع ب2 دي بالاله ب2 و9 من 10. ال9 من 10 دي تزود الاثنين واحد يبقى اقرب للثلاثه. فانا هميل ناحيه الثلاثه، مثلا النص اهو ميل ناحيه الثلاثه شويه، هتبقى هنا كده مثلا، هتبقى هنا كده جذر التكعيبي لل 25. لو عايز اعملها بالنظر، ال 25 اقرب لل 27 ولا اقرب لل8؟ لا طبعا اقرب لل 27. ده محتاج خطوتين بس عشان اروح لل 27، انما محتاج تنزل كام خطوه عشان توصل لل8؟ كتير قوي. فانا طبعا ال 25 اقرب لل 27 اللي هي تعتبر مين؟ الثلاثه. عشان كده انا ملت ناحيه الثلاثه بشويه. فهمت؟ فكده القيمه التقريبيه.
نيجي بعد كده بيقول لك قدر كل من الاعداد الاتيه. مديك هنا 3 جذر 34 ومديك هنا 1 زائد جذر 5 على الاثنين. تعالى احل لك دي الاول. بيقول لك 1 زائد جذر 5 على الاثنين، فانت بتعمل ايه؟ انا مش مشكلتي مع الواحد ولا مشكلتي مع الاثنين، انا مشكلتي كلها مع الجذر 5. يا تعملها بالاله وتنجز نفسك، يا اما تحل زي الخطوه اللي فاتت اللي هي ايه؟ تشوف رقم ادي الجذر 5، تشوف رقم اكبر من الجذر 5 ورقم اقل من الجذر 5 ينفع يخرجوا من تحت الجذر التربيعي. فانت عندك هنا مين اللي بعد الخمسه؟ التسعه، تخرج بثلاثه. ومين اللي قبل الجذر 5؟ الجذر 4، تخرج بكام؟ باتنين. فانت عرفت ان الجذر 5 تنحصر بين الاثنين والثلاثه. طب هي اقرب لمين فيهم؟ اقرب للتسعه ولا اقرب للاربعه؟ طبعا اقرب للاربعه، ده هي تنزل خطوه واحده. انما عشان تروح من الخمسه لحد الاربعه محتاج كام خطوه؟ محتاج 4 خطوات. فانا هنزل خطوه واحده، يبقى اقرب لمين؟ اقرب للاثنين. فهتشيل الجذر 5 وتحط لها كام؟ 2. فتديك القيمه هنا 3 على الاثنين. ده القيمه التقريبيه بتاعتي للبسط على المقام ده. انت فهمت عملت ايه؟ يبقى انا بروح على الحته اللي فيها مشكلتي. انا مشكلتي ليست مع الواحد وليست مع الاثنين، مع الحاجه اللي فيها جذر. تمام، اتفقنا؟ طب انا عايز اتاكد بالاله، تروح ماسك الاله وتعمل جذر 5، تضغط يساوي، اضغط اس دي، تطلع لك ب 2 و2 من 10. احنا اتفقنا 2 من 10 دي طالما هي مش 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9، فمعنى كده القيمه دي هتبقى ب 2 بس. فالرقم العشري ده هيتشال، يبقى مش اكبر اكتر اقرب، يبقى مش اقرب للاربعه، لا هي تكون اقرب لمين؟ للاثنين. طب ما انا جبتها فوق اهي. فتعملها زي السبوره اللي فاتت، الشاشه اللي فاتت، يا اما تعملها زي كده ان انا مثلا تعملها بالاله وتشوف هي اقرب لمين. نفس الكلام هنا. ادي الثلاثه، انا مشكلتي مش مع الثلاثه، الثلاثه اهي صح؟ انا مشكلتي في مين؟ في جذر 34. طب انا عايز اعرف هي جذر 34 بكام؟ فانت برضو نفس الكلام، هتشوف مين اللي بعد ال 34 نسبي ومين اللي قبل 34، وتشوف مين فيهم الاقرب بالنسبه لك. ادي ال 34 جذر 34. مين الرقم اللي بعد ال 34؟ هتلاقي ال 36 لسه عاملين زيها. ومين الرقم اللي تحت ال 34؟ هتلاقي جذر 25. جذر 25 تخرج بخمسه، جذر 36 تخرج بسته. طب فانا عرفت ان ال 34 تنحصر بين الاربعه وبين الخمسه وبين السته، بس هي اقرب لمين؟ طبعا اقرب لمين؟ ل 36 لان هي خطوتين بس. طب ال 36 دي اللي هي مين؟ اللي هي السته. فانا هشيل دي واحط بدالها كام؟ احط بدالها 6. فانت عندك الثلاثه في 6، مش احنا قلنا دي هتبقى اقرب للسته، فانت عندك الثلاثه في 6 هتبقى بكام؟ هتبقى ب 18. انت فهمت بس احنا بنعمل عمليه التقريب ازاي؟ طب عايز اتاكد، اعملها بالاله. ادي الجذر التربيعي لل 34، السي دي تطلع بخمسة و8 من 10. طب مش ال8 من 10 دي تزودني واحد؟ طب طالما دي هتزودني واحد، يبقى الرقم الصحيح ده هيبقى بكام؟ هيبقى بستة اللي انا قلت عليه. انت فهمتها؟ يبقى ممكن تعملها بالاله وممكن تعملها بالخطوات زي الايه؟ الشاشه اللي فاتت. تيجي هنا بقى لفكره الدرس بتاع النهارده اللي هي الاعداد الحقيقيه. احنا كل ده كنا بنعمل تمهيد للاعداد الحقيقيه. الاعداد الحقيقيه احنا لسه متفقين دلوقتي ان انا عرفت الاعداد النسبيه، اي حاجه ينفع يبقى لها جذر وتخرج من تحت الجذر التربيعي. والاعداد الغير نسبيه، اي حاجه لها جذر تربيعي او لها جذر تكعيبي وما ينفعش تخرج من تحت الجذر التربيعي ولا الجذر التكعيبي. هنا اي حاجه ينفع تتحط على صوره بسط على المقام، هنا اي حاجه ينفع ما تت... او اللي ما ينفعش تتحط على صوره بسط على المقام. خلاص؟ طيب لو جينا خدنا بالتدريج كده الارقام اصلا جت ازاي من ابتدائي لحد ما احنا شغالين. اول حاجه انت خدتها اعداد العد، اللي هي مثلا لما تيجي تعد اعداد اللي هي الصفر والواحد والاثنين وهكذا. انا اسف، الاعداد الطبيعيه دي الاعداد الطبيعيه، اعداد العد من اول واحد، من اول الواحد، الواحد الاثنين الثلاثه وهكذا. طبعا اعداد العد ما ينفعش تقول صفر واحد، لا انت لما تيجي تعد بتقول واحد اثنين ثلاثه اربعه وهكذا. خدنا بعد كده الاعداد الطبيعيه زودنا لها الصفر، فبقت صفر وواحد اثنين ثلاثه اربعه لحد ما لا نهايه. قابلني مشكله ان انا بعد كده عايز اعرف القيم السالبه، فزودت على الارقام دي الارقام السالبه الناحيه الثانيه، فبقت صفر وواحد اثنين وهكذا، وهنا سالب واحد سالب اثنين وهكذا. فبقت دي اسمها الارقام الصحيحه. طبعا الارقام الطبيعيه برمز لها برمز ان، والارقام الصحيحه برمز لها برمز زد. جينا بعد كده اضطريت ان انا عايز اخد اي حاجه فيها صوره بسط على المقام، فاضطريت ان اخد الاعداد الايه؟ النسبيه اللي لسه قايلين عليها. اي حاجه على صوره بسط على المقام زي النص زي الخمس زي الثلاثه على الاربعه وهكذا، وبالسوالب وايا كان. طيب ظهر لي بعد كده الاعداد الغير نسبيه، اي حاجه ما ينفعش اخد لها الجذر التربيعي ولا التكعيبي، زي مثلا الجذر التربيعي للاثنين، الجذر التكعيبي للخمسه وهكذا. طيب
نيجي بقى عند اخر حاجه واللي احنا بنسميها ام الاعداد، اللي هي الار، الاعداد الحقيقيه. ايه بقى الاعداد الحقيقيه دي؟ كنا بنسميها ام الاعداد. الاعداد الحقيقيه دي عباره عن عمليه ربط بين الاعداد النسبيه والاعداد الغير نسبيه. لو جيت عملت لهم اتحاد، ما هي الاعداد النسبيه دي كانت بتشمل الاعداد الطبيعيه، وبتشمل الاعداد الصحيحه اللي هي الزد، وبتشمل خلاص الاعداد اللي هي اعداد العد، ولو قلنا الاعداد العد قبلها اعداد العد والاعداد الطبيعيه والاعداد الايه الصحيحه. كل دول ينحصروا في مين؟ ينحصروا في كيو اللي هو الاعداد النسبيه. ضفت عليهم الاعداد الغير نسبيه، فانا غالبا كده انا خدت كل حاجه ممكنه في الارقام، فلو جيت اتحدتهم مع بعض يديك الار. فعشان كده كنا بنقول الار دي هي ام الاعداد، بتحصر كل حاجه ممكن تتخيلها في الارقام، ما عدا حاجه واحده لما نيجي نوصل لها واحنا بنحل اقول لك عليها. خلاص، بس لحد دلوقتي خلينا متفقين ان انت عندك الار دي عباره عن الاعداد النسبيه والاعداد الغير نسبيه، لو عملت لهم اتحاد مع بعض يديك الار. تمام؟ فده كده كان ملخص الايه الجزئيه دي. تيجي بعد كده طلع لي من هنا كده او اختر هنا او حط لي الرمز المناسب للحاجه اللي موجوده قدامك. قول لي بقى كل حاجه من هنا تنتمي ولا لا تنتمي، ولا جزئيه ولا ليست جزئيه. بس قبل ما نقول تنتمي ولا تنتمي وجزئيه ولا ليست جزئيه، تعال بس هو ايه الفرق بين دول وبين دول؟ تنتمي ولا تنتمي بتيجي مع العناصر، زي الجذر 3، زي الجذر -4، زي العدد الدائري 72%، زي مثلا زي الجذر ده، زي الارقام جذر 5، زي الثلاثة، زي ال100، زي -50، زي انت فهمت الحته دي؟ فالارقام او العناصر اللي ما فيهاش مجموعه فبقول عليها او بتاخد معايا تنتمي ولا تنتمي. اما مين اللي بياخد جزئيه وليس جزئيه؟ المجموعات فقط. يعني اي حاجه فيها اقواس زي دي كده وانا مغمض ما بفكرش في تنتمي ولا تنتمي، بفكر في جزئيه وليس جزئيه. وايه تاني؟ والمجموعات نفسها اللي هي الزد، الار، الكيو شرطه، الار، وهكذا. اي حاجه فيها مجموعه بتاخد جزئيه وليس جزئيه. اي عنصر يعني ارقام من غير مجموعه ايا كان هي مكتوبه كده على صوره اللي هو الاقواس، او مكتوبه كصيغه اللي هي الار والزد والكيو والان وهكذا. فدي بالنسبه لي المجموعات بتاخد جزئيه وليست جزئيه، انما العناصر بتاخد تنتمي ولا تنتمي. طب تعالى نمشي بالترتيب كده. هو بيقول لك هنا، الجذر 3 تنتمي للاعداد الحقيقيه، ده وانا مغمض كده في الغالب كل حاجه بتنتمي للاعداد الحقيقيه. طب دي بالنسبه لك مجموعه ولا ليست مجموعه؟ طالما مش محطوطه في اقواس زي دي كده يبقى بالنسبه لك تاخد تنتمي عادي، انما لو فيها اقواس زي اللي انا عاملها دي كده كنت هتاخد جزئيه. خلاص؟ طيب جذر 5 موجوده في الغير نسبيه. احنا اتفقنا الغير نسبيه اي حاجه ما تتحطش على صوره بسط على مقام، يعني رقم موجود جوه الجذر ومش هيخرج من تحت الجذر. طب ما هو الجذر التربيعي للخمسه، الخمسه مش هتخرج، فبالنسبه لك كده ايه؟ برضه جزئيه. انت فهمت الفكره؟ طيب نيجي هنا الثلاثه والجذر التكعيبي الاربعه. اول حاجه مش دي مجموعه؟ مش دي اقواس المجموعه؟ يبقى انسى تنتمي ولا تنتمي، فكر في جزئيه وليس جزئيه. الثلاثه موجوده في الكيو شرطه؟ لا، الثلاثه المقام بتاعها بواحد، يبقى ينفع تتحط على صوره بسط على المقام. هي الجذر التكعيبي الاربعه موجود في الاعداد غير نسبيه، بس الثلاثه في النسبيه. طب ينفع واحد نسبيه وواحد غير نسبيه؟ اقول موجوده في الغير نسبيه او نسبيه؟ لا، ما ينفعش. يبقى انا كده ليست جزئيه. انت فهمت الفكره؟ مش فكره ان في واحد ينفع يبقى اخد المجموعه واقول موجوده، لا، لازم كلها تنفع. طب في ان شاء الله يكونوا مثلا 10 عناصر، عنصر واحد بس ما ينفعش، بوظ لك المجموعه كلها. انت فهمت الفكره؟ تيجي على اللي بعدها، عندك الجذر التربيعي لاتنين وربع. طبعا انت ممكن تجري تقول مثلا مش تخرج، بس انت لازم تعدلها عشان تعرف هو القيمه اللي هتطلع من هنا ينفع تخرج ولا لا. طب نعدلها ازاي؟ ادي جذر، فجر ايده في رجله زي ادرسه، نفس الكلام، انزل المقام زي ما هو واضرب الاتنين في 4 ب8، واحد 9. طب بص كده، مش التسعه تخرج من تحت الجذر التربيعي ب3، والاربعه تخرج من تحت الجذر التربيعي ب2. طب الثلاثه على الاثنين موجوده في الاعداد الصحيحه؟ لا، احنا قلنا الاعداد الصحيحه عباره عن ايه؟ 0 1 2 3 4، او -1 -2 -3 4 او 0. هي الفكره ان انا ما ينفعش احط بسط على مقام.
كده تبقى اعداد نسبيه مش صحيحه. الصحيح ما ينفعش يكون حاجه على حاجه، خلاص، الا اذا لو كان فيها اختصار، يعني مثلا 4 على 2 يبقى فيها الاثنين. انت فهمت الفكره؟ بس فكره ان هي 3 على 2 فتطلع بواحد ونص، ما هي 3 على 2 فيها الواحد ونص، ده رقم عشري يبقى غير، ده يعتبر بالنسبه لك عدد نسبي، يبقى غير صحيح. طالما ما ينفعش يبقى صحيح، طب دي بالنسبه لك تاخد بقى، احنا قلنا ما ينفعش تاخد تنتمي ولا تاخد ليست جزئيه. هو هنا في اقواس مجموعه؟ لا، يبقى ما ينفعش ليست جزئيه، اخد مين؟ لا تنتمي. فهمت الفكره دي؟ طب تيجي هنا الزد وانت مغمض مجموعه ومجموعه تبقى جزئيه وليست جزئيه. هل الزد موجوده في الاعداد الحقيقيه؟ اه طبعا، ده احنا قلنا الان والزد والكيو وكيو شرطه، كل دول جزئيه من الاعداد الحقيقيه، يبقى وانت مغمض جزئيه على طول. طب الكيو والكيو شرطه احنا قلنا دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. حتى علاقه الربط بينهم لما اجي اقول التقاطع بينهم كنا بنقول ايه؟ فاي. معنى كده ان الكيو حاجه، الاعداد النسبيه حاجه، والاعداد الغير نسبيه حاجه تانية خالص. فمعنى كده ان دي تنفع تبقى جزئيه من دي. انا بقول لك مفيش اي حاجه مشتركه بينهم خالص، فهل دي تبقى جزئيه من دي ازاي؟ اكيد ايه؟ ليست جزئيه. طب الزد موجوده في الكيو شرطه، احنا لسه متفقين ان الزد موجوده في الكيو يعني اي عدد صحيح ينفع يبقى عدد نسبي. زي ايه مثلا؟ زي الخمسه، رقم صحيح، ما الخمسه المقام بتاعه بواحد. مش احنا قلنا طالما ده رقم صحيح يبقى نسبي؟ طب طالما نسبي يبقى ما ينفعش غير نسبي، لان احنا قلنا ما فيش علاقه ربط بينهم. فطالما ده موجود في الكيو يبقى ما ينفعش موجود في الكيو شرطه. فبالنسبه لك ده مش موجود هنا، مش موجود، ودي مجموعه تبقى ليست جزئيه، هاخد ليست جزئيه مش ليست تنتمي. تمام؟ تيجي هنا الكيو شرطه، مش احنا قلنا الاعداد غير نسبيه، كل ده موجود في الار، موجود، تبقى جزئيه. طيب هنا عايزين نسيب دي في الاخر، سيب دي في الاخر. هنا الصفر والجذر التكعيبي للسالب 8، والله الصفر موجود في الاعداد الطبيعيه، موجود. طب الجذر التكعيبي للسالب 8، مش السالب يخرج من تحت الجذر التربيعي؟ مفيش مشكله، والثمانيه تخرج بكام؟ ب2، فالمجموعه بالنسبه لك بقت عباره عن صفر وسالب 2. طب تعالى كده، الصفر موجود في الاعداد الطبيعيه، بس السالب 2 موجود في الصحيحه مش في الطبيعيه. احنا قلنا الطبيعيه بتناول ايه؟ صفر وواحد واثنين، الاعداد الصحيحه الموجبه، انما السالبه لا. طب دي بالنسبه لك ايه؟ مجموعه. ليه؟ علامه المجموعه اهي. طب ادام دي مجموعه يبقى جزئيه وليست جزئيه، واتفقنا دي كده بوظت لي المجموعه، فمعنى كده ايه؟ ليست جزئيه. طب تيجي هنا، احنا قلنا الدائر وانت مغمض ده عدد نسبي، يعني مسيره يتحط على صورة بسط على مقام. طالما بسط على مقام يبقى موجود في الاعداد النسبيه، الاعداد النسبيه كيو شرط، انا اسف كيو شرط. وطالما موجود في النسبيه كيو قصدي، انا اسف كيو، وادام موجود في الاعداد النسبيه يبقى ما ينفعش يكون موجود في مين؟ في الاعداد الغير نسبيه. طب هل في اقواس؟ لا، يبقى لا تنتمي. تيجي هنا بعد الاخيره، والله هو الجذر التربيعي للاربعه ب2، بس في مشكله صغيره. ايه السالب ده؟ والله ما انت لسه عامل لي يا مستر السالب فين؟ كان في مساله كان فيها سالب، فتقريبا في اي دي مثلا السالب خرج من تحت الجذر التكعيبي، بس ما بيخرجش من تحت الجذر التربيعي. يعني معنى ايه؟ لا يوجد سالب تحت الجذر التربيعي. يبقى وانت مغمض كده ما تفكرش، اول ما تلمح جذر -4 ليست على طول. طب ليست ايه؟ والله لو في مجموعه هقول ليست جزئيه، انما طالما ما فيش مجموعه يبقى لا تنتمي. مع ان الارقام بتاخد كل حاجه، ده احنا لسه قايلين الارض يقوم الاعداد، بس ده الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش السالب تحت الجذر الايه؟ التربيعي. عارف لو كان الجذر التكعيبي هقول لك مفيش مشكله، انما الجذر التربيعي لا. طيب نيجي بقى على اهم فكره في الدرس، وهي حل المعادلات. بيقول لي هنا اوجد مجموعه حل كل من المعادلات الاتيه. بيقول لي هنا 64 اكس تكعيب ناقص 2 بتساوي -29، حيث الاكس تنتمي لكيو. يعني لازم قيمه الاكس تطلع عدد نسبي، يعني ينفع يتحط على صوره بسط على مقام. طب افرض طلع حاجه غير كده، مفيش مشكله، انا طلعت قيمه الاكس، بس هقول لمجموعه الحل فاي. طب لو طلعت احط مجموعه الحل بتساوي الحاجه اللي انا جبتها. طب تعال نشوف كده، لو جينا بصينا هنا في المعادله، انت محتاج مين؟ قيمه الاكس. فانت محتاج هنا تتخلص من 3 حاجات عشان تجيب لي في الاخر كده الاكس بتساوي ايه بقى الثلاث حاجات دول يا مستر؟ بص، ادي ال 64 وادي الثلاثه تكعيب وادي السالب 2. فانت معاك 3 حاجات محتاج تتخلص منهم، ال 64 اللي مضروبه في الاكس
والجذر التكعيبي او التكعيب اللي فوق الاكس والسالب 2 اللي جنبها. فهتخلص من حاجه حاجه. هتخلص من ايه الاول؟ بص كده معايا. كنا بنقول هنا احنا بنتشطر على الحاجه الموجب والسالب الاول، يعني هوادي دي الاول هناك باشاره مخالفه، فيبقى ال 64 وادي الاكس تكعيب بتساوي مين اللي لازق في اللي يساوي؟ السالب 29. هودي السالب 2 هناك باشاره مخالفه تبقى بموجب 2، فيبقى ال 64 وادي الاكس تكعيب بتساوي سالب 27. جه الدور على مين؟ على ال 64 اللي مضروبه في الاكس. اي حاجه مضروبه في قيمه الاكس اللي انت عايز تجيبها بنقسم عليها، فانا هقسم على 64 للطرفين، فده هيطير مع ده يديك الاكس تكعيب بيساوي سالب 27 على 64. انت دلوقتي عايز تعمل ايه؟ انا عايز اجيب الاكس لوحدها، فانت محتاج تتخلص من التكعيب. الحاجه الوحيده اللي تخليني اشيل التكعيب ان انا اخد الجذر التكعيبي للطرفين، فانت هتاخد الجذر التكعيبي هنا وهتاخد الجذر التكعيبي هنا. الجذر التكعيبي هيطار التكعيب، فيتبقى لي من هنا كده ان الاكس بتساوي السالب بيخرج من تحت الجذر التكعيبي بسالب مفيش مشكله، وال27 تخرج ب3 وال64 تخرج ب4. فالقيمه دي بالنسبه لك هل تنتمي لكيو؟ هل ده عدد نسبي؟ طالما اتحطت على صوره بسط على مقام يبقى نسبي، يبقى تقول له كده مجموعه الحل بتساوي سالب 3 على ال4. تمام؟ فده الحل بتاعي. مدينا المساله اللي بعدها بيقول لي 5 اكس تربيع ناقص 3 بتساوي 7. احنا اتفقنا اول حاجه انا عايز اجيب قيمه الاكس لوحدها، يبقى انا محتاج اتخلص من 3 حاجات. اتخلص من الرقم المضروب في الاكس، واتخلص من الاس اللي على الاكس، واتخلص من الرقم اللي مطروح من الاكس. فمعايا 3 حاجات اتخلص منهم. بنتشطر على الحاجه الجمع والطرح الاول، يعني هودي السالب 3 هناك باشاره مخالفه، واسيب ال5 اكس تربيع زي ما هي، وادي ال7، ودي لما هي سالب 3 تروح هناك بموجب 3. يبقى ال5 اكس تربيع بتساوي 10. عشان اتخلص من اي حاجه مضروبه في الرمز بتاعي بنقسم عليها. هقسم على 5 بس لازم للطرفين، لان دي معادله يعني كفه يمين وكفه شمال. لازم الحاجه اللي اعملها في اليمين ارجع اعملها تاني في الشمال، فالخمسه هتضرب على الخمسه يتبقى لك ان الاكس تربيع بتساوي 10 على الخمسه فيها الاثنين. عشان اتخلص من اي تربيع هناخد الجذر التربيعي للطرفين، فالتربيع هيشيل الجذر هيشيل التربيع، فيتبقى لك ان الاكس بتساوي الغلطه بقى اللي تظهر هنا. طالما خدت الجذر التربيعي اللي لازم وانت مغمض تحط موجب وسالب، فيتبقى لك مين؟ جذر 2. الجذر 2 ما بتخرجش من تحت الجذر التربيعي، بس ده ناتج فمفيش اي مشكله. اكتب بقى مجموعه الحل. مجموعه الحل بتساوي، هو طالب مني العدد يطلع نسبي. هل الجذر 2 ينفع يتحط على صورة بسط على مقام؟ لا، طالما الرقم ما خرجش من تحت الجذر التربيعي يبقى ده غير نسبي. طب اكتب ايه؟ بنكتب فاي. ما القيمه اللي انا طلعتها مش بتتناسب مع الحاجه اللي انت طالبها مني، فطبيعي ان انا لما اجي اكتب لك مجموعه الحل مش عارف اكتب حاجه. بنكتب حتى كنا بنقول عليها اسمها مجموعه خاليه، بنكتب مجموعه كده ونسيبها فاضيه. طب انا بنعبر عنها ازاي بالرياضه؟ كنا بنكتب مين؟ بنكتب فاي. طب افرض دي كانت كيو شرطه، يبقى هكتب مجموعه الحل وتفتح قوس وتقول موجب وسالب جذر 2 مفيش اي مشكله. انما فكره ان كيو يبقى الرقم نسبي وانت طلعته غير نسبي، يبقى مجموعه الحل بتساوي ايه؟ بتساوي فاي. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا 3 اكس تربيع زائد 5 بتساوي سالب 4. انا عايز اجيب قيمه الاكس بس تنتمي لار اعداد حقيقيه. وطبعا فكره ان انا بقول لك اعداد حقيقيه انا بحل المساله وانا مرتاح، يعني كل القيم الممكنه اللي تطلع تنفع معايا ما عدا مين؟ السالب اللي تحت الجذر الايه؟ اللي تحت الجذر التربيعي. تمام؟ فتيجي نبدا نشتغل كده. هودي السالب 5 هناك باشاره مخالفه، يبقى ال 3 اكس تربيع بتساوي سالب 4 سالب 5 يديني سالب 9. يبقى 3 اكس تربيع بتساوي سالب 9. هقسم على الثلاثه للطرفين، دي هتطير مع دي، يبقى الاكس تربيع بتساوي سالب و9 على 3 فيها التلاتة. هتخلص من التربيع ازاي؟ هاخد الجذر التربيعي للطرفين، ده هيطير مع ده يتبقى لي ايه بقى؟ ادي الاكس. واتفقنا طالما في سالب تحت الجذر التربيعي فالقيمه بتاعتي مش هتطلع، فالاجابه هتبقى ايه؟ هتبقى حتى لو جيت عملتها على الاله هتديك كده ماس ايرور. يعني الالحاظ بتقول لك ان انت عامل حاجه في الرياضه غلط، ان انت حطيت لي سالب تحت الجذر التربيعي، وفكره ان انت ما طلعتش قيمه يبقى مجموعه الحل بالنسبه لك بتساوي ايه؟ بتساوي فاي. تمام؟ نيجي على اخر مثال في الحصه. بيقول لي 3 على 8 اكس تكعيب ناقص نص بتساوي ربع اكس تكعيب زائد نص. لو جيت لاحظت هتلاقي ان الاكس اللي انت عايز تجيبها موجوده في طرفين، فانت مضطر ان انت تجمعها في طرف واحد. طب مين القيمه الاكبر بالنسبه لك؟ القيمه دي، فانت هتجيب الربع هنا وهتجيب النص هنا. فال3 على 8 اكس تكعيب زي ما هي، ودي المفروض موجب هتروح هناك بايه؟ بسالب 1 على 4 اكس تكعيب. كل ده بيساوي دي نص، وهنا سالب نص لما تروح باشاره مخالفه تبقى موجب نص. طبعا نص زائد نص يديك كام؟ يديك ربع. يديك واحد، انا اسف، يديك واحد صحيح.
نص زائد نص يديني 1 صحيح. نيجي هنا بقى، يا تعملها بالاله طبعا، الرموز اللي بتتجمع وتطرح، ادي الاكس تكعيب زي ما هي، وتعمل 3 على 8 ناقص ربع هتديك 2 على 8. اعملها بالاله هتديك 1 على 8، تديك 1 على 8. لو جيت عملت 3 على 8 وناقص ربع تديك 1 على 8. جه الدور على ايه بقى؟ انا عايز اتخلص من التمن. اي حاجه بسط على مقام عايز تتخلص منها ومضروبه في الرمز بتاعك، اضرب في المقلوب. يعني ايه؟ يعني لو اديتك 2 على 3 اكس، عايز تتخلص من الاثنين على الثلاثه اضرب فيه 3 على 2. ليه؟ الثلاثه هتطير مع الثلاثه والاثنين هتطير مع الاثنين، فانت هتضرب في مقلوب التمن. الواحد على الثمانيه مقلوبه ايه؟ هتبقى 8 على 1، والواحد في المقام ملوش لازمه، فالثمانيه هتطير مع الثمانيه، بس زي ما ضربت هنا في 8 لازم تضرب هنا في كام؟ في 8. فتديك الاكس تكعيب بتساوي 1 في 8 ب 8. عايز تتخلص من التكعيب، هتاخد الجذر التكعيبي للطرفين. الجذر التكعيبي هشيل التكعيب، فيتبقى لك ان الاكس بتساوي الجذر التكعيبي لل8 بكام؟ ب 2. قيمه الاثنين تنتمي لار، طبعا قيمه الاثنين تنتمي لار، يبقى مجموعه الحل بتساوي 2. كده احنا الحمد لله خلصنا الدرس الاول في المنهج، فان شاء الله تابع معانا وحاول ما تراكمش اول باول، وان شاء الله كل الامور ممكنه طول ما انت بتحاول. السلام عليكم.